المطبخ اللي فيه عمودين نزلنا حله من يومين، وخلونا نشوف الناس عملت ايه في البلان دي. طيب، مهندسة هديل هي أول حد. هي عملت عند السهم الأولاني كان فيه الغسالة، وده مكان ضيق جدا على إن حد يقف فيه، لأن فيه العمود كمان هيضايق. فإن هي تدخل تجيب الغسيل أو تحط الغسيل، ده مكان ضيق جدا عليها. قصادها عاملة بانتري، والبانتري في الحتة دي الجزء ده برضو بيفتح الشباك وجنبه الحوض، مش عملي خالص في المكان ده. بلس ان فين الوحده بتاعه الفرن والمايكرويف مش موجوده. فهي عشان تعمل بس هي بصت على الحل بتاعنا وعرفت ان في تعديلات معماريه، عملت نفس التعديلات وحطت التلاجتين، وكان اهم حاجه عندها التلاجتين. فطبعا ده مش صح، ووقعنا فرن ومايكرويف كمان، ففي وحده كامله مش موجوده. فده الاخطاء اللي موجوده هنا، وهقول لكم على حاجات في الاخر هي قالتها. كم بوينت كده اتكلمنا فيهم انا وهي او انا ومجموعه من المهندسين. وهقول لكم الناس بتفكر ازاي. هنا مهندس عمرو فكر هنا برضو فين الفرن والمايكرويف. يا جماعه في حاجات ما تقعش، ما ينفعش تقع منكم، يعني فرن ومايكرويف راحوا فين؟ فهو قسم عمل نفس التعديلات المعماريه اللي احنا عاملينها، بس عمل مدخلين، مدخل للحمام ومدخل للمطبخ، واخد الجزء اللي هناك. هي كافكار حلو جدا ان هم فكروا خارج الصندوق. يعني هم مثلا لما يحط التلاجتين بالشكل ده، وعمل لها مدخل، عمل للمطبخ مدخل لوحده، فده حلو جدا. لكن فين الوحدة بتاعت الفرن والمايكرويف؟ مش موجودة. فخلونا نشوف برضو من الحاجات اللي اتكلمنا فيها هنا. خلوني بس اقول لكم الاول على المهندسة داليا، وبعدين اقول لكم الحاجات اللي اتكلمنا فيها. هنا غلط جدا ان احنا نحط البوتاجاز عند السهم الاولاني ده. غلط ان احنا نحط البوتاجاز في المدخل بتاع المطبخ. انت حاطه حله، طاسه، اي حاجه، اي حد داخل وقع عليها، طبعا مفيش سيفتي خالص. كمان في الحوض في نهايه عند الشباك، وده ضيق، مساحه صغيره جدا. غسالة الهدوم مش موجوده. فطبعا البلان دي كانت مش مظبوطه خالص. كمان كان في الوحده بتاعه الفرن. من الحاجات المهمه ان انتوا تعرفوها، الوحده بتاعه الفرن لازم يكون اقرب حاجه ليها ان هي تطلع حاجه من الفرن تقدر تحط عليها الحاجه السخنه اللي طالعه. ما ينفعش ان هي على ما تتدور وراها عمود في المكان 60 سنتي في الجزء اللي هي كانت حاطه فيه الفرن والمايكرويف في البلان اللي فاتت، ضيقه جدا على المكان ده. فعشان تتدور هتلاقي وراها العمود، لازم ترجع بظهرها. فطيب البلان دي برضو فين الفرن والمايكرويف؟ الاتنين مش موجودين. بتوقعوا حاجات صعبة قوي ان هي تقع. ف لكن هي عملت بصراحة كذا بلان. هي ما شاء الله حد شاطر ان هي بتفكر بكذا طريقة، حتى لو هي في شوية اخطاء. لكن في النهاية انا بحترم الناس اللي بتفكر باشكال مختلفة وبطرق مختلفة، وحتى لو ما ظبطتش هيفكر تاني وهتظبط معاه. لكن هنا مثلا البلان دي برضو دي غلط خالص بقى. دي البوتاجاز في ظهره العمود، والناحيه التانية التلاجة الجزء اللي في النص ده مفيش اي نوع من انواع السيفتي. فاحنا كده مش هنتكلم اصلا على البلان دي، لان هي غلط خالص كلها. في بلان تانية برضو نفس الكلام غلط كلها، لان برضو البوتاجاز محطوط بنفس الطريقه. البوتاجاز يا جماعه لازم يكون جنبه يمينه وشماله جزء تطلعي عليه الحاجه، ولو في حاجه سخنه او كده كمان يكون عندك اللي هي حاطاه جنب الحيطه. فده لو في ايد بتاعه حل او ايد بتاعه اي حاجه بتستخدميها او طاسه او كده، الحيطه مش هتخليكي تعرفي ان انت تحطيها فيها. فين الفرن والمايكرويف؟ في وحده دايما واقعه، وفي غساله هدوم واقعه، وفي حاجات كتير بتقع. لكن يكفي ان هم حاولوا، ودي حاجه كويسه جدا. البلان كانت صعبه مش سهله، وانا سعيده بمشاركتهم. من الحاجات المهمه اللي انا هكلمكم عن الحاجات المهمه في فيديو تاني.